النهاردة بقى هقول لكم ازاي تعملوا احلى عجينة طعمية في البيت، زي اللي بتشتروها من مطاعم بالظبط، بتركتين اتنين بس. لو عملتوهم هتطلعوا احلى طعمية مقرمشة وحلوة جدا وهشة، زي ما انتوا شايفين كده لونها وطعمها وقرمشتها زي اللي بتيجي من المطاعم، ويمكن احلى بكتير. زي ما انتوا سامعين كده مقرمشة وحلوة جدا. ولونها من جوه خضرة كده، وكان طعمها حلو قوي. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة معايا نص كيلو من الفول المدشوش، انا نقعته 4 ساعات. تقدري تضعفي الكمية تعملي كيلو علشان لما تيجي تخزني تعمل معاكي كمية اكبر. انا بس عملت نص كيلو علشان اللي حابب يعمل نص كيلو برضو يبقى عارف المقادير. معايا هنا حزمة من الشبت والبقدونس او الكزبرة، بصلة متوسطة، 3 فصوص توم كبار. لو متوفر الكرات المصري هنستبدله بالشبت والبقدونس، وهيدي برضو نتيجة حلوة. بس عشان الكرات المصري مش متوفر في بلاد كتير، انا استخدمت النهاردة شبت وبقدونس او شبت وكزبرة على حسب المتوفر. باخد بقى نص كمية الفول في الكبة بالشكل ده، وبضيف بس بصفيه كويس قوي من المية اللي فيه. وزي ما قلت لكم بكون نقعاه 4 ساعات. وبعد كده باخد برضو نص كمية الخضرة اللي هي الشبت والبقدونس او الشبت والكزبرة. انا قلت لكم رابطة بمقدار الكوبايات، اللي عايز المقدار مظبوط قوي هناخد كوبايتين من الخضرة. باخد الكلام ده كله بقى وبفرمه في الكبة لمدة مثلا من 4 ل5 دقايق. لو احتاجت مية هتضيفي مية بسيط قوي لحد ما توصلي لقوام العجينة ده. شايفة تحس ان هو ناعم وفي نفس الوقت هش ومخرز بسيط، يعني مش مخرز قوي ولا هو ناعم قوي، الوسط. انا كمان هفرمه فرمتين، ده اول فرمة بس عشان الكبة معايا تشتغل معايا كويس، وما حاولش ان انا او ما اضطرش ان انا اضيف كمية مية كتير علشان الكبة تلف معايا كويس. هاخد بقى نص الكمية اللي انا عملتها زي ما انتوا شايفين كده، ده القوام اللي بقول لكم عليه. هرجع بقى اضيف في نفس الكبة باقي كمية الفول اللي معايا. هضيف برضو الفول وباقي بقى كمية الخضرة وكمية البصل. لو الكبة معاكم احتاجت مية وانتوا بتلفوها عشان الفول بيكون تقيل شوية فيها، هتضيفوا معلقتين بمعلقتين من المية. ما نضيفش ميه كتير علشان ما نلاقيش بعد كده الفول فيه ميه والعجينه تطلع معانا طريه في الاخر، الطعميه تطلع معانا طريه في الاخر، مش واخده القوام المظبوط. هرجع بقى الكميه الاولى اللي انا فرمتها في الكبه وحدلهم برضو فرمه تانية ما بين مثلا من 3 برضو 4 دقايق علشان تطلع معانا قوامها ناعم وهش زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ده القوام اللي بقول لكم عليه، لازم القوام يكون معانا ناعم وفيه تخريزه بسيطه قوي. والقوام الناعم ده هو سر القرمشه بتاعه الطعميه معانا في الاخر. لو مش هتاخد القوام الناعم بتاعنا ده هتطلع معانا مخرزه قوي، خشنه كده ومش مقرمشه في الاخر، مكتومه كده. هنزل بقى كل كميه الطعميه اللي انا فرمتها، وزي ما قلت لكم تقدروا بقى تزودوا الكميه. ممكن تعملوا كيلو فول او كيلو ونص علشان تكفيكم كده او تقعد معاكم كده فتره حلوه في رمضان. يا دوب هتطلعي كيس من الفريزر وتستخدميه على طول. طبعا لو انتم ملاحظين انا ما ضفتش اي بهارات، ما ضفتش اي حاجه على العجينه. انا بحب ان انا احفظها في الفريزر كده، لا تضيفي لها ملح ولا تضيفي لها بهارات، على طول كده من الكبه على الاكياس على طول وتخزنيها. انا الكميه دي كلها عملت معايا 4 اكياس غير الكميه اللي انا هعملها معاكم. التركية التانية بقى ان انا هخفق عجينة الطعمية بالمضرب الكهربائي او بمضرب السلك العادي مدة ما تقلش من 3 ل4 دقايق، وده هيخلي العجينة معانا هشة كده وهيدينا نتيجة حلوة للطعمية، هيخليها هشة ومقرمشة زي الطعمية اللي بنجيبها من المطاعم بالظبط. هتبقى هشة اكتر كده زي ما انتوا شايفين. ببتدي اتبل بقى بنص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. ومن عند اي عطار هتشتري ب10 جنيه بكربوناته، هيديكي كمية حلوة كده. هنضيف منها ربع معلقة صغيرة، ما نحاولش نبالغ كده في اضافة البيكربوناتو علشان ما تغيرش معانا طعم الطعمية في الاخر. ومعايا معلقة كبيرة من السمسم ضفت ليها شوية من الكزبرة، يعني نص معلقة صغيرة كده من الكزبرة
علشان تدي طعم وشكل حلو للطعمية معانا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده قوام الطعمية الحلو اللي احنا عملناه خلاص. عايزه اقول لكم عجينة الطعمية حلوة قوي، وطعم الطعمية في الاخر بيبقى حلو زي اللي بتشتروه من المطاعم بالظبط. بضيف بقى كمية مناسبة كده من العجينة على ايدي بالشكل ده، وبعد كده ببتدي اضيف رشة بسيطة كده من السمسم، وببتدي بقى ايه ان انا ابططها تبطيطة بسيطة كده واحطها في الزيت على طول. اخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. الزيت في الاول بنكون مسخنينه كويس جدا، وبعد كده بنهدي الشعلة على المتوسط علشان الطعمية في الاخر برضو تطلع مستوية معانا. بايد كده باخد كمية من الطعمية على ايدي، وبالايد التانية بحط شوية من السمسم على الكزبرة اللي احنا جهزناها، وبعد كده بنزل بقى في الزيت. الزيت برضو يكون طاسة تكون غويطة كده شوية، والزيت برضو يكون كمية حلوة علشان تتحمر معانا كده وتطلع مقرمشة معانا في الاخر. عايزة اقول لكم بقى ريحة الطعمية كده ولونها واحنا عاملينها في البيت كده من الاول للاخر بتبقى حلوة جدا ومختلفة كده شوية عن اللي بنجيبها من المطاعم. وزي ما انتم شايفين بقى لونها حلو جدا، ده لون الطعمية المظبوط. وطبعا السمسم عليها كده وبتبقى مقرمشة وحلوة جدا. يعني على السحور، على ما تسخني الفول وعلى ما تجهزي بقية السحور، بنحمر بقى شوية طعمية كده بتبقى حلوة كده ولذيذة على السحور، بتشجع الواحد كمان كده على السحور. جربوها على طريقتي. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان احنا نفرم عجينة الطعمية كويس قوي. تاني حاجة ان احنا نخفقها كده بالمضرب الكهربائي او بالمضرب السلك العادي 3-4 دقايق كده، هتطلع معاكم مقرمشة وحلوة واخدة اللون الحلو والقوام المظبوط كده زي ما انتوا شايفين، مقرمشة وحلوة قوي. جربوها على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم، وبألف هنا يا رب للي هيجربها مقدما. ما تنسوش لو عجبكم الوصفة تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.